لو انتي بقى بتعاني من نحافة شديدة او بتعاني ان انتي نحيفة وجسمك مضايقك ونفسيتك تعبانة وعايزة يبقى عندك خدود كده وتبقي بنت امورة، هاتي التركيبة بتاعت ام مكة دي. لو تفتكروا السنة اللي فاتت عملتلكوا عنها ريفيو، قلتلكوا ان انا كنت رفيعة جدا جدا والحمد لله جسمي اتظبط، ولا بقيت تخينة ولا بقيت رفيعة. خسيت شوية بس مش بسبب ان انا التركيبة دي انا موقفاها بقالي سنة، خسيت بسبب نفسيا وضغوطات وشغل وحاجات كتير. انما التركيبة دي جات لي تاني مرة. انت بقى عايزه حاجه تكون تزود وزنك بطريقه طبيعيه، وكمان ما تكونش فيها كورتيزون، وكمان ما يكونش ليها اثار جانبيه. بقالي سنه مبطلاها والحمد لله التركيبه عامله ضجه كبيره جدا من تجربتي ليها. عايزه بقى يبقى عندك خدود كده وتبقي بنت اموره كده. ما كنتش كملت البرطمان لحد هنا وكنت وصلت للوزن اللي انا عايزاه. بتاخدي منها معلقه قبل الاكل، معلقه كبيره قبل الاكل قبل كل وجبه، وحقيقي بتفتح الشهيه جدا، وكمان بتخلي وزنك يتظبط جدا. بتزود من 6 ل 10 كيلو في الشهر وامنه جدا جدا، وكمان طعمها بقى لذيذ قوي وهتعجبكم. تركيبه ام مكه تحفه جدا، ادخلوا اطلبوها من عندها. كمان هي عامله عروض وخصومات بمناسبه طبعا البلاك فرايداي، وهي اصلا بتعمل مسابقات وحاجات حلوه جدا. فنشكر بقى ام مكة على التركيبه القمر دي، لان هي بتخلينا زي القمر وبتخلينا بنات جامدين قوي كده. ادخلوا بقى اطلبوا التركيبه دي عشان تبقوا كده وتبقوا زي القمر، وتبقى عندكم غدود كده وحاجات حلوه كتير. شكرا يا ام مكة على التركيبه القمر دي. واخرتها بقى مع عسل ام مكة القمر ده. بقالي سنه عامله الريفيو، بقالي سنه لحد وقتنا هذا لحد النهارده كل يوم الدي ام عندي مليون رساله على عسل ام مكة. للتجربه للمره التانية عسل ام مكة. طبعا من سنه انا كان وزني ده، يعني مش عايزه اقول لكم كان عامل لي عقده قد ايه. انا كنت متعقده، انا جربت كل حاجه، جربت الجروس فورميلا، جربت ترياكتين، جربت كل البراشيم اللي ممكن تتخيلوها، جربت كل التركيبات اللي ممكن تتخيلوها. مفيش حاجه كانت بتزودني حتى كيلو، كيلو يوحد ربنا ما كنتش بزيده. وافضل اجرب واصرف دم قلبي لحد ما وصلني عسل ام مكة، وقلت ان هو هيبقى زي اي حاجه. اجي اجرب عسل ام مكة الاقي نفسي في اسبوع بقيت بنت مزه كده وما بقاش في حد قدي. طيب خلينا نتكلم بقى عن عسل ام مكة عشان ننهي الجدل فيه، عشان احنا بنتسأل اسئله فيه كتير قوي. طيب عسل ام مكة ده عباره عن تركيبه خاليه من الكورتيزون. والله العظيم ما فيه كورتيزون، عشان بتسأل برضو السؤال ده كتير جدا. عسل ام مكة فيه كورتيزون؟ عسل ام مكة ما فيهوش كورتيزون. خشوا الحلقه بتاعتي على اليوتيوب من سنه، شوفوا انا اتكلمت عنه قلت ايه. كله فيتامينات، كله مقويات للجسم، كله حاجات بتعالج الانيميا، بتعالج النحافة، بتعالج الجسم من اللي هو النحافة، وبتعالجه من اللي هو اصلا الجسم بيكون ضعيف والجسم بتحسيها زلان كده. دي تركيبة مقوية جدا بتعالج الانيميا ونقص الحديد. حقيقي يعني مش عارفة اقول ايه لممكة على التركيبة القمر دي. من حبي فيها اهي وصلت لي منها لتاني مره، والتاني مره مع عسل ام مكة. مش هنبطله طول حياتنا عسل ام مكة ده لحد ما نبقلص ونبقى ايه. طيب خلود، انت خسيتي على التركيبه دي؟ لا يا حبيبه قلبي انا ما خسيتش، ولو خسيت انا خسيت نفسيا. معروف ان انا لما بزعل نفسيتي بتتعب، بيحصل لي اي حاجه ووشي ده بيتملي حبوب وبخس. طيب خلود انت خسيتي، لو برضو انا خسيت بسبب ان انا ما باكلش. طيب احنا دلوقتي لو الساعه 12 بالليل انا لسه ما اكلتش، انا بقعد طول اليوم ما اكلش واجي بالليل اكل حاجه وانام. يعني انا ما باكلش اطلاقا، يعني انا من الناس فعلا المعفنه بصراحه اللي ما بتاكلش ومتعبه في اكلها ومش بتاكل اي حاجه. العسل ده مفيش حاجه ظبطت جسمي وظبطت شكلي وخلى شكلي حلو غير العسل ده. والله العظيم ولا اعلان ولا دعايه ليها ولا اي حاجه. العسل ده انا جبته تاني عشان اوريهولكم، عشان نتكلم عليه، عشان في بنات كتير جدا كل يوم بتسالني عنه. طب نجيبه؟ طب يا خلود هو انت كلامك اللي بتقوليه ده حقيقه؟ حبيبتي انا ما بطلعش اقول عن حاجه حلوه الا فعلا ما بكون مجرباها وبتكون حلوه. او كمان سبتهولكم عشان اوريكم هو بيجيلكم بالشكل ده. طيب تركيبه الممكة مش مجرد ان هي بتخنك بس او تعملك تخن في جسمك بس، ملهاش اي اضرار ولا اي اعراض جانبيه. اظن انا بستخدم التركيبه دي كان بقالي اكتر من سنه، انا عاملاها لكم السنه اللي فاتت في شهر 11 وكنت مستخدماها، والبرطمان كان لحد هنا ما كنتش كملته، وكنت وصلت للوزن اللي انا عايزاه. وبصراحه بطلتها لما وصلت للوزن اللي انا عايزاه وما خسيتش والحمد لله جسمي حلو. بس دلوقتي انا خاسه يعني كضغط عليا، ضغط شغل ونفسيا وكده. انما العسل ده والله العظيم انصح اي بنوته في الدنيا تجربه. هيقوي جسمك جدا، هيظبط لك الانيميا، هيظبط لك نقص الفيتامينات اللي في جسمك.
جسمك بعد التركيبه دي هيتظبط والله العظيم بشكل كبير جدا، لحد ما يعني مش هتكملي برطمان وتلاقي نفسك الدنيا معاكي اتظبطت. لو انت بقى نحيفه جدا 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 عصايه مقشه، لا ممكن تحتاجي برطمان تاني، وممكن البرطمان يظبط معاكي وتحبي شكل جسمك. انا بالنسبه لي ما كملتش. كلمينا للمره المليون يا خلود عن طعم التركيبه دي. اقسم بالله التركيبه دي لما باجي احكي لحد عنها بقول لهم جماعه انا لما كنت بجوع وكنت مش بلاقي اكل كنت بعمل ايه؟ ايام ما كنت باخد التركيبه دي كنت بخش اخد منها معلقتين 3 والله العظيم كنت بعمل كده من كتر ما هي طعمها حلو. لان انا بقى كنت بكره شغل المفتقه والحلبه والعسل الاسود والسمسم والشغل اللي ما بيجيبش النتيجه ده برضو. لا دي بقى عسل ابيض، فانتي مش عسل اسود خالص اهي شكلها، فما فيهاش اي حاجه طعمها وحش، طعمها جميل جدا والله العظيم، طعمها حلو قوي قوي قوي. والتركيبه دي لما هتجربوها هتدعولي زي ما كل اللي جربها دعيلي. خشوا على اليوتيوب وخشوا شوفوا الكومنتات، اقسم بالله ما فيها كورتيزون، امنه جدا جدا، ملهاش اعراض جانبيه، ما بتسببش ميه تحت الجلد، ما فيهاش اي براشيم. اقتنعوا اقتنعوا واسمعوا الكلام، هاتوها وجربوا، ولو لقيتوا غير كده خشوا قولوا لي يا خلود انت كدابه وانت طالعه تعملي اعلان وخلاص. والحمد لله التركيبه دي كانت سبب ان انا اكون ضجه عند ام مكه، وان كل اللي يشوف صوري بالتركيبه، وان وصلت ان في بيتجات بقت بتسرق صوري وتحطها وتقول ان انا تخنت من عندهم. بس انا يا جماعه تخنت من تركيبه ام مكه. للمره المليون بقول انا ما تخنتش على اي حاجه تانية غير تركيبه ام مكه، ولا خدت بقى ادويه ولا خدت حاجه. هي التركيبه دي كانت حلوه جدا وكانت مقويه جسمي، وانا اصلا عندي انيميا وعندي امراض الدنيا كلها. فالتركيبه دي بصراحه يعني تحفه تحفه تحفه، كلها اعشاب طبيعيه. بتزود بقى، بصوا هي كاتبه لكم هي بتزود من 6 ل 10 كيلو شهريا للكبار والاطفال. نسيت اقول لكم ان هي امنه للاطفال جدا، وممكن اي لو عندك بقى بنوتك ابنك. وكمان بتفتح الشهيه على فكره، بتخليهم ان هم ياكلوا، لان هي بتعتمد ان هي تفتح لهم الشهيه وتخليهم ياكلوا. فبصراحه التركيبه دي انصحكم تجربوها. خشوا بقى عند ام مكه عشان ام مكه عامله حته مسابقات وعروض ما تفوت. رسالة شكر بقى لأم مكة على التركيبة القمر دي، ان هي خلتني بجد احس ان انا بقى امورة فعلا وجميلة. بصوا خدود بقى وبقيت زي القمر، مش عارفة بشكر في نفسي ليه، بس بقيت زي القمر على تركيبة ام مكة. فبحبك يا ام مكة على التركيبة دي والله، وربنا يوفقك ودايما تبقي مكسرة الدنيا، وكل الناس بتنفسن منك وبتغير منك وبتتمنى تبقى زيك، بس برضو مش هيعرفوا يكونوا ام مكة. لان ام مكة هي واحدة بس اللي بتعمل لنا تركيبات قمر. هي بس مش من عندها بقى التركيبه دي، ده انتوا خدوا بقى تركيبات وحاجات كتير هي بعتها لي، هنجربها برضو سوا. مش هنجربها سوا، انا جربتها وهطلع اكلمكم عنها، عشان الحاجات دي على فكره وصلاني بقى لها فتره، بس انا سبته مقفول عشان اوريكم شكله هو مقفول، واوريكم هو بيجيلكوا ازاي. هو بيجيلكوا كده اهو، وبيبقى مكتوب عليها تركيبه ام مكه بالاعشاب الطبيعيه، وان هي بتزود من 6 ل 10 كيلو شهريا. فخش بقى عند ام مكه عشان هي والله العظيم عامله شويه عروض ومسابقات جامدين قوي. بحبك.